السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة إن شاء الله. أمطار وزخات رعدية في الأقاليم الجنوبية. إليكم التفاصيل، ولكن قبل ذلك أرجو منكم أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا رن الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مصحوب بصقيع محلي بالمرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية. كما يتوقع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بكل من الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس والأطلسين الكبير والصغير، وكذا بالمناطق المجاورة لهما، في حين ستكون السماء غائمة جزئيا بمناطق عبدة والشياضمة مع نزول قطرات مطرية. وسيلاحظ أيضا تساقط أمطار أخرى جد خفيفة ومحلية بغرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول بعض التساقطات الثلجية بالأطلسين الكبير والصغير، مع تسجيلات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية وبوسط البلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين -5 ودرجة واحدة بكل من مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 1 و7 درجات بالريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفات وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و16 درجة بالقرب من السواحل ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية للمملكة، وستكون ما بين 7 و12 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض مقارنة مع تلك المسجلة بالأمس، وسيكون البحر قويا إلى جد قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى إيج بباقي السواحل.